اهلا بكم في فيديو جديد على قناة هوم موفيز. النهارده بقدم لكم اللي حصل في عالم السينما الفترة اللي فاتت، ونبدأ بسامح حسين اللي رجع للسينما من تاني واعلن تعاقده على فيلم جديد. طه دسوقي وعلي قاسم واسماء جلال ابطال مسلسل المخرج تامر محسن الجديد، ومن تأليف اياد صالح، وهيتكون من 8 حلقات. فيلم جون ويك 5 حاليا قيد التطوير، مع طبعا عودة كيانو ريفز للعب دور البطولة، ومتوقع بدء التصوير في 2025. الاستعداد لبدء تصوير فيلم الحريفة 2 اللي هيكون بعنوان الريمونتادا. أخبار منتشرة عن ضمان ريهام عبد الغفور لمنى زكي في مسلسل هيتعرض في رمضان 2025 من إخراج محمد شاكر خضير. المخرج ريدلي سكوت صرح إن جلاديتور 2 اقترب أن يكون أفضل شيء صنعه على الإطلاق. الفيلم هيتعرض في نوفمبر. في سكان قرية محصورين في أحد المزارع المهجورة بيلاقوا نفسهم في مواجهة تهديد مخيفة مينفعش يهربوا منها. مسلسل رعب قصير بعنوان تسكيب هيتكون من 8 حلقات وهيتعرض بدءا من 10 أكتوبر. تجديد مسلسل تيد لوسو الموسم الرابع بنفس الفريق العمل، ومتوقع بدء عمليات الإنتاج في 2025. لطفي عبود ووافي الأسيستنت رجعوا تاني في مسلسل جديد